السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان الجميع يكون بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل بلد وفي كل حين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وارفع لهم راية الحق، راية الدين. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يهون عليهم برد الشتاء يا رب، وانزل عليهم رحمتك ونصرك. آه، الجو الايام دي ساقعه بطريقه فظيعه جدا، وبرد جدا، وشتا جدا جدا جدا. إيه، تقريبا اسكندريه هنا غرقانه من الشتا، فاحنا حابين نعمل روتين شتوي كده يدفي بيه اولادنا. ربنا يهون عليهم ربنا يهون على اهلنا في غزه واخواننا المستضعفين في كل مكان. برد الشتاء، اللهم امين يا رب العالمين. كل ما نيجي نعمل حاجه كده ندفي بيها اولادنا، نفتكرهم وندعي لهم دعاء ان ربنا يبعت لهم رحمته من عنده، وربنا يغيثهم من اللي هم فيه ده. اللهم امين يا رب. اول حاجه احنا هنعمل روتين شتوي كده خفيف. آه، ممكن يفيدك، اتمنى ان طريقتي يعني تفيدك يعني. آه، هنعمل مع بعض ايه الحلبسه. اول حاجه هنعمل مع بعض الحلبسه. فانا جبت الحمص ده، انا نقعته. يعني مثلا انت هتشتغلي بالليل، فنقعيه الصبح وانت شغاله كده في الغداء او في الفطار، روح جايه نقعاه وسايباه، وبالليل اشتغلي بقى منها تدفي بيتك. الحاجات دي بتدفي جدا في الاكل وفي العمايل. يعني انت تولعي الفرن تعملي صينيه كيكه، انت كده بتدفيهم. وفي نفس الوقت اما برضو بتحطي الحمص الشام على البوتاجاز، البخار وكده بيدفي الشقه مع قفلتها، بتدفي الشقه. فالحاجات دي مدفيه جدا جدا جدا. فانا فكرت بقى ان ايه، لما قمت الصبح كده رحت جايه نقع الحمص دوت. تمام، وقلت بالليل اشتغل فيه. رحت جايه بقى غسلاه كويس جدا من ميه النقع بتاعته، وحطيته على البوتاجاز حوالي ساعتين. يعني هو عشان منقوع بما فيه الكفايه، فهو مش هياخد وقت يعني. وعلى فكره انت لو ما نقعتهوش برضو، برضو ينفع يتعمل. يعني انت ممكن تاخديه تحطيه على النار، بس هياخد وقت اطول شويه. بدل ما يقعد ساعتين ممكن يقعد ل4 ساعات. المهم نقعته، ورحت جايه حطاه وحط عليه بصلايه، وحط عليه شويه كمون صغيرين، وشويه ايه، وشويه زنجبيل، والملح بتاعه. وحطيت عليه الميه بتاعته تكون سخنه، ورفعته على النار. قعد حوالي معايا من ساعه ونص لساعتين بالتقريب كده يعني، بس بالكتير لاني انا كنت نقعاه، فالحمص بالتالي مش هياخد معايا سوا كتير. آم، لو انت بقى مش نقعاه، ممكن تحطيه زي ما هو كده، بس اديله غسله كويسه جدا، وحطيه برضو على النار، وزودي له ميه سخنه كتير، وسيبيه فوق الساعتين بقى. يعني ممكن يقفل معاكي 3 ساعات، ممكن 3 ساعات ونص. المهم انا عايزاه يستوي ايه، 3/4 سوا كده تقريبا. آم، خليته بقى يستوي على النار. وعملت انا بقى ايه الحاجات اللي في الخلاط اللي انا بعملها دي. طب انا عملت ايه؟ جبت فصين توم، تمام، وجبت طماطمتين، يعني مش مستويين قوي يعني، يعني طريين شويه، بحيث ان انا اقدر اقشرهم. وقشرتهم، قشرتهم وحطيت التوم مع الطماطم مع الجزرايه وضربتهم في الخلاط. طب انا مش عايزه اقشر الطماطم، بشرها بالمبشره واحطها برضو في الخلاط تتضرب. ليه؟ عشان القشر، انا مش عايزه اصفي العصير بتاع الطماطم ده، عشان الجزر ايه، لما يتفرم كده في الخلاط بيبقى شكله حلو قوي. فانا مش عايزه اصفي عصير الطماطم، عشان القشره كمان بتعملش ايه، هتعمل كده شكلها بقى مش هيبقى لطيف جدا في الغليان لما تغليه مع الحمص. فاحنا عايزين بس ايه، اللحمه بتاع الطماطم. ماشي، طب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ كان الحمص بتاعنا تقريبا دخل معانا في 3/4 السوا بتاعنا. وعملت التوم على الطماطم على الجزرايه في قلب الخلاط، ضربتهم جامد جامد لغايه لما نعموا معايا جدا. رحت جايبه بقى انا ايه، ضربتهم بقى جامد. و رحت انا جايبه الحمص بعد ما استوى، صفيت الميه بتاعته، اخدتها انا هحتاجها الميه بتاعته. وحطيت له الحاجات اللي انا عملتها في الخلاط، اللي هي الطماطم على الجزرايه على فصين الثوم، احطها بقى عليه. تمام. وهزوده بقى ميه، سواء سخنه او بارده، بس الاحسن يعني ان هي ما تكون سخنه. هزوده بقى الميه بتاعته الكافيه ليه، وهرفعه تاني على النار يكمل سوي. ونسيت اقولك ان انا حطيت معلقه صلصه كمان على الخليط دوت. طب بعد كده عملت ايه؟ جبت الميه بتاعت الحمص اللي هي كان مسلوق فيها دوت، صفيتها وخليتها على جنب. واحتجتها، عملت ايه؟ جبت معلقه صلصه حطيتها فيها، وجبت بقى ايه، شويه شطه،
وجبت بقى شوية شطة، و حطيت بقى ايه، لو هي طبعا فيها الملح بتاعها والكمون والزنجبيل. تمام. وحطيت برضو ايه يعني حوالي نص معلقة صغيرة كده او معلقة صغيرة آه هرست الشطة. وليمونة كبيرة كده عصرتها معايا، لو عايز تحط عليها كمان شوية خل حطي، بس انا فضلت الليمون بس كفاية. الحلبسة من الحاجات الجميلة جدا اللي ب... بتدفي في الشتاء، وفي نفس الوقت ايه حلوة للبرد، يعني لو انت عندك برد او كده حلو، بحيث ان هي ايه كلها ايه فيتامين زي الحمص فيه فيتامينات جميلة جدا. وكمان الليمون لما تعصري عليه كمان بتبقى الفيتامينات ايه احسن واحسن. ده شكل الحمص كده على النار، وادي الدقة بتاعته اللي احنا عملناها. الشطة زوديها حسب ما انت عايزة. عايزة تعلي الشطة بتاعتها كام تعليها، عايزة تخلي الحرارة بتاعتها حلوة عادي يعني، حسب يعني انت ايه وحرارتها معاكي، يعني حسب ما بتستخدمي الحراق. انا عملت الدقة بتاعتها لوحديها. انت ممكن لو انت كل اللي عندك بيحب الحراق ممكن تضيفي الخلطة اللي احنا عملناها دي على الحمص وهو بيغلي، يبقى كله هياكل بقى كله شطة. بس انا عملت الشطة لوحديها، يعني في جزء بيحب الشطة، في جزء ما بيحبش الشطة. المهم خليتها بقى تكمل سواها بقى على النار، ودخلت على الكيكة. عملت الكيكة. انا عايزه اقولك ان انا لما كنت مصوره وانا بعمل الكيكه والحمص مع بعض، بس انا حبيت اخليك خطوات الحمص كلها ورا بعضيها، وخليت لك خطوات الكيكه ورا بعضيها. طب ايه عملت ايه تاني؟ انا جبت كوبايه لبن وعليها كوبايه الا ربع سكر، وعملت عليها كمان ايه كيس فانيليا، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونص كوبايه زيت، وحوالي نص كوبايه كاكاو. تمام. حطيت كل المقادير دي في الخلاط وضربتها كويس جدا، لقيت الخليط لسه خفيف، زودت حوالي ربع كوبايه زيت كمان. بص عشان الخليط يتقل معايا بالمنظر ده، لو انت حابه الخليط يبقى خفيف عن كده، قوام الخليط يبقى خفيف عن كده ممكن متزوديش زيت، يعني ممكن تستكفي بنص كوبايه الزيت. بس انا دايما بحب الخليط بتاع الشوكولاته دوت بالذات، او صوص الشوكولاته ده بحبه يبقى تقيل كده، عشان لما اجي افرده على الكيكه كده من فوق يبقى قوامه حلو. طيب انا بقى خدت نص الكميه اللي معايا، ورحت جايه مزوده بقى ايه بيضتين بس، مع ان انا عامله صينيه كبيره، بس انا زودت بيضتين بس، وزودت نص كوبايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نص كوبايه لبن، وزودت نص كوبايه سكر كمان، وباكيتين فانيليا، ومعلقه خل صغيره. تمام. الخل ده جميل جدا، محسن كيك فظيع. هضرب بقى كل المكونات دي في الخلاط لغايه لما تنعم معايا كويس جدا، ونشوف الخطوه اللي بعد كده. المهم انا قلت لك لما كده صورت الحمص، يعني انا لما اشتغلت في الحمص حطيت الحمص على النار. اول مره لما جيت اغليه في الميه بتاعته المغليه حطيته على النار يغلي، يستوي مع بعضيه. آه وبدات اعمل في الكيكه. تمام. لما هو خلص سويه رحت انا ضربه له بقى الطماطم والثوم والجزره، ضربتها مع بعض في الخلاط. لما ضربتها رحت جايه بقى مزوده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مزوداه بقى وحاطه له ميته، وحطيت له الدقه بتاعته، وظبطت كل حاجه، ورفعته تاني على النار. كان هو كمل سواه، كان هو الكيكه كانت طلعت، يعني كل ده كان في وقت واحد. بس انا زي ما قلت لك حبيت اجيب لك كل خطوات لوحديها. بصي بقى الصينيه دي اكبر صينيه في الطقم بتاع الصواني اللي هي المدوره دي. تمام. فانا ايه دهنتها كده بمعلقه سمنه وبالفرشه كده، ودهنيها كويس جدا. لو انت حابه تديها رشه كاكاو باودر او دقيق براحتك يعني، بحيث ان هي متلزقش معاكي. بس انا بحبش كده، انا بستكفي اللي انا ايه بعملها بسمنه مش بزيت. انا لما باجي اعملها بالفرشه ادهن الصينيه لازم ادهنها بسمنه مش بزيت، وخصوصا احنا في الجو الساقع ده. إيه السمنه حلوه قوي لانها بتجمد كده في الصينيه. تيجي تحطي الكيكه اول ما تسيح معاكي في الفرن ما تطلعش كده من الجوانب زي الزيت. لكن لو حطيتي زيت في صينيه الكيكه تلاقيه الزيت طلع كده على الوش في الجوانب كده. المهم جبت بقى 3 كوبايات دقيق نخلتهم كويس جدا وحطيت عليهم ده كان نص باكت بيكنج باودر عندي. طب إيه انت بتحطيه دوت ديت بصي نص معلقه عارفه المعلقه الصغيره، نص معلقه قهوه او نسكافيه بليك. النسكافيه بس يا ريت باش المقاطعه، يا ريت نبقى
نجيبه نسكافيه اللي هو المحلي اللي هو صنع المصري ونستخدمه. هنحط بس معلقة صغيرة اللي هو نسكافيه سريع الذوبان، و او قهوة. انا كان عندي قهوة، حطيت قهوة. بتعمل ايه بقى النص معلقة الصغيرة دي؟ بتخلي لك طعم الكيك شوكليت ده، بتخليه شوكولاتة شوكولاتة، مش تحسي ان انت كأنك حاطة جواه شوكولاتة فعلا. بتغير الطعم تماما. وعلى فكرة طعم القهوة مش بيبان خالص، لان هي بتبقى نص معلقة صغيرة. المهم قلبت كويس جدا بالمضرب، ولازم تقلبي اللي فوق تحت حلو قوي عشان تتاكدي ان المكونات اتجانست جامد مع بعضيها. فانا حسيت ان القوام تقيل سنه، فانا حطيت شويه لبن صغيرين في قلب الدرق بتاع الخلاط، وخدت حبه الشوكولاته اللي فيه، يعني مكان صوص الشوكولاته اللي انا كنا عاملينه، يعني الخليط بتاع الكيك. وهدخلها على فرن 180. لو فرنك ما فيهوش تايمر، درجه الحراره بتاعه الفرن تبقى متوسطه، بس اهم حاجه تكوني مشغله الفرن قبل ما تشتغلي في الكيكه، قبل ما تبداي كيكه اصلا. يعني قبل ما بدات اعمل حتى صوص الشوكولاته بتاعتها، قبل ما ابدا اعمل فيه كنت مشغله الفرن. فلازم تبقي مشغله الفرن على درجه حراره 180. لو ما عندكيش تايمر يبقى ايه، خلي الزرار في النص، يعني درجه الحراره متوسط. المهم بقى طلعتها، بردت حوالي 10 دقايق كده، يعني احنا الجو طبعا ساقع، فالحاجه بتبرد بسرعه. حوالي 10 دقايق، ربع ساعه، كانت هدت من الحراره بتاعتها، اتهود كده، مبقاش فيها ايه سخونيه. لان لو حطيت سخونيه مع اللبن، انا عايزه اقولك ان يعني ممكن تعجن منك. لا، فانا عايزاها تبقى سخنه، مجرد انها تبقى سخنه. لا، فانا بخليها كده على جنب تهدى خالص. حاولي بس 10 دقايق، احنا في جو ساقع جدا. في 10 دقايق هتلاقي او ربع ساعه بالكتير هتلاقي الحراره بتاعتها هديت تماما. طبعا عشان احنا كنا عاملينه في السهرة. لو انت هتعمليها بقى بدري، خليها بقى تهدى براحتها، وابتدي شربيها صوص اللبن، وحط عليها صوص الشوكولاتة، وخليها بقى حوالي ساعة ساعتين كمان في التلاجة، او على جنب بره، طبعا الجو ساقع. هتبقى جميلة جدا 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 جدا، كأنك بتاكلي ايه، قطعة جاتوه كده، مش كيك خالص. المهم بقى فضيت عليها كوباية لبن كاملة، وسبتها على جنب برضو 5 دقايق تاني، لغاية لما اتأكدت انها شربت اللبن كله تماما. رحت جايبه صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته ده لما بعمله تقيل، بصي بتحس ان هو قوامه كده ايه، عامل شبه الكريم شانتيه، يعني تفرديه على الوش كده زي الكريم شانتيه بالظبط. بصي ده ايد ابني الصغننه دي بيحب يساعدني، كان بيرش علي معايا الفارماسيل. آه لما باجي اقطع بقى الكيكه، بحس بقى ان قطعه الشوكولاته كده من فوق كده بتبقى جميله كده، قطعه الشوكولاته بتبقى، او صوص الشوكولاته بيبقى تقيل كده على الوش، بيبقى زي كأنك جايبه ايه، جاتوه كريم شانتيه حاطاه على الوش، يعني كأنك حاطه كريم شانتيه على الوش. فلو انت حباها تبقى خفيفه اوريدي مفيش مشكله خالص، يعني كل واحد واختياره يعني. المهم بقى انا قطعت الكيكه، وطبعا ما صبروش، لازم منابهم الاول. فانا اديت لهم الاول منابهم كده يقعدوا ياكلوا فيه، بعد كده كملت تصوير معاكم. الشتا بيموت في المعجنات، بيحب الفرن دايما شغال، يعني طول ما انت قاعده اعملي معجنات، اعملي كيك، اعملي حاجات من دي. انا هنا بوريكي، انا عايزه اقول لك قد ايه هي الكيكه كانت هشه مني. كنت حاطه يعني نص باكت بيكنج باودر، بس مش باكت كامل. بس لا، هو كان طلع جميل بصراحه. بصي هشه ازاي، هشه وارتفاعها كان عالي جدا، كانت جميله جميله جميله. فدلوقتي بقى الحلبسه بقى، انا كده تقريبا خلصت الكيكه، فالحلبسه كانت على النار، كانت بتغلي وكانت خلصت معي، فانا هجيبها اقدمها بقى معاكم. بصي الكيكه قد ايه هشه، وقد ايه فيها طراوه، وكوبايه اللبن صدقوني بتخليها طريه 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 طريه، كانك بتاكلي قطعه الجاتوه كده انت جايباها من بره. بحاجات سهله جدا قدرت تساعديهم في البيت، وقدرت تقدمي لهم حاجات جميله جدا، وتدفيهم في الشتا دوت. آم، دايما اعملوا لاولادكم، حاولوا تعملوا لهم وقت كده حلو يستمتعوا بيه، لان احنا الايام ديت، او الايام اللي احنا بنعيشها دلوقتي ده الماضي بتاع اولادنا. يعني ايامنا اللي احنا عايشينها فيه دي الماضي بتاع اولادنا. فدايما خليهم يفكروا فيكي كده، يعني ربنا يديك طول العمر، ويدي كل امهاتنا يا رب، ويبارك فيهم. آه دايما فكريهم كده، اعملي اللي هو فاكره لما كنا في الشتاء كنا بنعمله كذا وكذا وكذا، ماما فاكره لما كنا في الشتاء بنعمله كده. فحاولي دايما تعملي اجواء شتويه ليهم. آه
حاولي تخلي الماضي بتاعهم حلو، يفتكروه دايما دايما يفتكروكي. قدمنا كده الحلبسة، بصي شكلها، بصي انا عايزه اقولك خطير، وطعمها كانت تحفه. انا عايزه اقولك حرفيا 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 اتمسحت اليوم ده من عندي، ما تبقاش حاجه خالص اليوم ده. والكيكه جميله جدا. فادي اللي هي الصوص اللي هو الدقه اللي احنا عملناه بتاع اللي هي عليه شطه، جميل جدا. وتحطي بقى قطع الليمون كده، وكلي وتدفي بألف هنا بألف هنا. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبك النهارده، اكون ان انا ما كنتش ازعجتك بكلامي الكتير. كل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. آه وفي الاخر بقى وليس اخر ان شاء الله، اتمنى اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.